أهلا بيكم. في حب بيعلمنا، وفي حب بيكسرنا، في علاقات بتخلينا نكبر، وفي علاقات بتاكل من عمرنا ومشاعرنا كل يوم. الأصعب مش دايما إنك تنجرح، الأصعب إنك ما تبقاش فاهم هو أنا ليه متمسك بحاجة بتوجعني، ليه برجع كل مرة رغم إني عارف إن النهاية واحدة. علاقات الحب كتير منها السام، مش لازم تكون بين راجل وست، ممكن أصدقاء. النهاردة هنتكلم عن الحب اللي ما ينفعش، بس مش عشان نقلل منه، لكن عشان نفهمه ونفهم نفسنا معاه، علشان ما نضيعش في تكرار بيستهلكنا ونسينا احنا مين. أنا معاكم نانا جمال، وده بودكاست جديد، نقطة تحول في حلقة مميزة. فقرتنا الأولى بتقولك التعلق مش حب. التعلق مش معناه حب. أوقات بنفتكر إننا بنحب، بس الحقيقة إننا محتاجين حد يسمعنا، حد يطبطب علينا، حد يشوفنا. الاحتياج ده لو اتعلق بحد مش مناسب بيتحول لألم. ريهام كانت فاكرة إنها بتحب، بس لما العلاقة خلصت اكتشفت إنها كانت متعلقة بفكرة مش بإنسان. كانت محتاجة إحساس بالاهتمام، بالأمان، بس لما راح الشخص ده اكتشفت إن الفراغ جواها زي ما هو، وده علمها الفرق بين الحب والهروب من الوحدة. البنات أكتر من الشباب اللي بتقع في حاجة زي كده. في فقرتنا التانية تعالوا نتكلم عن العلاقات المؤذية، إنها مش دايما واضحة. مش لازم حد يزعقلك أو يقلل منك عشان العلاقة تكون مؤذية. في ناس بتأذيك بصمت، يخلوك تشك في نفسك، في قيمتك، في عقلك. علاقات فيها صمت قاتل، ضغط نفسي، تعب ذهني، بس تفضل تقول أنا بحب. في شاب اسمه علي بيحكي عن نفسه، فضل سنين يتنازل ويبرر، كان دايما بيحاول يرضي شريكته، بس عمره مرتاح. في الآخر فقد ثقته بنفسه ونسي هو مين. ولما العلاقة خلصت قال كلمة وجعتني قوي: أنا كنت بحاول أكسبها، خسرتني هي. فقرتنا التالتة إزاي نحب بوعي. نحب بوعي يعني نكون حاضرين بعقلنا وقلبنا، نحب وإحنا فاهمين احتياجاتنا، نحط حدود من الأول، نبقى واضحين مع نفسنا ومع الطرف التاني. تعال أقول لكم نصايح بسيطة. اسأل نفسك: أنا بحب الشخص ده ولا بحب إحساس بيجيلي معاه؟ ما تتنازلش عن كرامتك عشان تكسب رضاه. لو الحب بيخوفك أو بيوجعك كل يوم هو مش حب، ده تشويش. المفتاح: الحب مش لازم يكون دراما عشان يبقى حقيقي. الحب الآمن هو أصدق حب. فقرتنا الرابعة بعد الخيبة. نبدأ منين؟ الخيبة مش نهاية، أحيانا بتكون بداية جديدة، بس عشان نخرج منها بسلام لازم نمسك في خطوات تساعدنا. أول حاجة: افصل عقلك نهائي، امسح الصور، ابعد عن المتابعة، ارحم نفسك من إعادة الذكرى كل يوم عشان ده بداية العلاج. اسمح لنفسك تحزن، ما تكدبش على نفسك، الحزن مش ضعف، ده مرحلة شفاء. طلع كل اللي جواك، اكتب، احكي حتى لنفسك، عبر، لأن الكتمان بيخنق. ارجع لنفسك، مارس حاجة بتحبها، اقضي وقت مع ناس بيحبوك، خلي يومك مليان بحاجات بتخليك انت. فك الشفرة، اسأل أنا كنت محتاج ايه وليه علقته على شخص واحد. طور نفسك عشان علاقتك الجاية تكون أذكى وأنضج. اتعلم وامشي، خليك صادق مع نفسك، ما تقساش عليها. الدرس انت خدته خلاص، كمل وتعلم. حط حدود واضحة من أول يوم، عرف نفسك بوضوح. الحدود مش أسوأ، دي احترام متبادل. مش كل حب ينفع، بس كل مرة تحب فيها بوعي تبقى أقرب للحب الحقيقي اللي انت تستحقه. في الختام عايزة أقول لكم إن في علاقات لازم تنتهي علشان نرجع نحب نفسنا. مش كل نهاية مؤلمة معناها إننا خسرنا، أحيانا بنخسر علشان نكسب.